الكارتيرة كان فيها شرخ بسيط جدا، وكمان الطبة كانت مفوتة، بس احنا حلينا ده. وطبعا كلكم عارفين ان المعادن بتمتد بالحرارة، فالشرخ اللي كان بسيط جدا ده مع السخونية كان بيبقى كبير جدا. تابعوا معايا وشوفوا عملنا. كل اللي مطلوب منك انك تركز معايا بشكل دقيق جدا علشان الشرخ مكانه دقيق جدا. بص، احنا بعد ما مسحنا عرق الزيت هيبدأ يبان من عند المربع اللي ورا ده ازاي. بص، عرق الزيت بدأ يسحب اهو اهو. فعرفنا ان كده الكارتيره فيها شرخ بسيط جدا. طبعا حلينا الكارتيره الطبق حلينا قصدي الطبق عشان نصفي الزيت اللي فيها تماما. الطبق كانت سنها تقيل جدا علشان سن الكارتيره كان فيه تفويت، بس الحمد لله حلينا الطبق وسيبنا الزيت يصفى تماما على قد ما قدرنا، سيبناها تصفي. بعد كده رجعنا علشان نربط الطبق تاني، لان بيبقى فيه تنقيط زيت بسيطه هتشغلنا احنا واحنا شغالين. ربطنا الطبق، وهنا كنا بدأنا شغل في حل الكارتيرة. هنا كنا بنهوي الشكمان سنة علشان ننزل بالكارتيرة وبنحل مسامير الكارتيرة. تابعوا معايا بقى. بصوا، هنا كنا طلعنا بالكارتيرة بس اكتشفنا ان الصورة لازم تتريح شوية علشان خاطر الكارتيرة تطلع حرة من غير اي ازعاج. ريحنا فعلا الصورة بالفعل وطلعنا بالكارتيرة. نزلنا نبص بصة تحت على المصفى، لقينا المصفى برضو متبهدلة تماما. حلينا المصفى وقلنا ننضفها بالمرة، ما احنا كده كده حلين. نضفنا المصفى ورجعنا للكارتيرة علشان نبص عليها زي ما حضراتكم شايفين متبهدلة تماما. جبناها بقى مرحلة إحياء الميت. يعني هنا بقى مرحلة إحياء ميت، كنا بنحاول بقدر الإمكان ننظفها بكل الطرق من أي رواسب أو أتربة كانت فيها. هنا كنا بننظف، دي عمليه احياء الميت. هنا كنا بننظفها كويس جدا. بعد ما نظفناها على قد ما قدرنا حطينا فيها بنزين علشان نختبر فين مكان الشرخ، لان الشرخ دقيق ما كانش بيبان غير لما بيسخن، لان المعادن بتمتد بالحراره. هنا كنا لحمنا وطببنا مكان الكارتيره تماما علشان نعمل سن جديد وطبه جديده. هنا كنا عملنا خلاص الحمد لله طبه 17 ودهنا الكارتيره وظبطناها. وهنا مكان اللحامات كنا عاملين فتحات صغيره علشان الزيت يتصفى تماما زي ما حضراتكم شايفين كده. كده الكارتيره رجعت زي ما كانت واحسن من الاول كمان. وهنا كنا خلاص قفلنا الكارتيره، والعربيه كانت دايره اكتر من تلت ساعه والحمد لله مفيش اي مشكله. تابعونا علشان تستفيدوا اول باول بكل جديد.